الكيتو دايت من اكتر الرجيمات اللي الناس عايزه تعرف عنها كل حاجه وتعرف تقدر تستخدمه ولا لا. فالنهارده ان شاء الله هعرفكم كل التفاصيل عن نظام الكيتو دايت، ازاي تقدر تطبقه، ازاي بيشتغل في الجسم، ايه فوائده اصلا، ايه موانع استخدامه، وايه اعراضه الجانبيه، بحيث تبقى عرفت كل حاجه عن الكيتو دايت عشان لو عايز تبدا تستخدمه تقدر بعد الفيديو ده ان شاء الله. بس كالعاده قبل ما نبدا الفيديو فهنفتح السحب لشخص هنتابع معاه النظام الغذائي لمده شهر مجانا ويقدر يشرفنا في عياده مهندسين. تمام. وكل اللي تعمله عشان تدخل السحب انك تعمل لايك للفيديو ده بحيث يوصل لاكبر عدد من الناس. تمام. رقم 2 انك تعمل اشتراك في القناه بحيث يوصلك كل جديد اول ما انزله ان شاء الله كل يوم حد وخميس باذن الله. تمام. وتكتب تم في كومنت. بس هي دي كل الخطوات، وان شاء الله في اخر الفيديو الجاي نعلن عن الشخص اللي فاز معانا. الكيتوجينيك دايت او ما يعرف بالكيتو دايت هو نظام قليل النشويات متوسط البروتين عالي الدهون. فكره النظام باختصار ان هو بيخلي الدهون مصدر الطاقه الرئيسي للجسم بدل ما هي النشويات او الكربوهيدرات. تمام. فبيبدا يحول الطاقة الرئيسية للجسم عشان ينتجها من الدهون، بيبدأ يحرق الدهون اللي في الجسم ويخليها هي الطاقة الرئيسية بدل النشويات. فالدايت بيكون عالي الدهون من 70 ل 75% من إجمالي السعرات اليومية بتكون دهون. تمام. من 70 ل 75. متوسط البروتينات من 20 ل 25% من اجمالي السعرات بتكون بروتين، وقليل النشويات من 5 ل 10% فقط نشويات. وده عشان يدخل الجسم في حاله اسمها الكيتوزيس، ودي عباره عن ان الجسم يبدا ينتج كتونات من الدهون في الكبد، ودي عشان يبدا يستخدمها كمصدر رئيسي للطاقه. وعلشان تدخل في الحاله دي فانت لازم تقلل النشويات بشكل كبير جدا عشان الجسم يبدا يتخلص كمان من مخازن الجلايكوجين اللي هو مكونها من السكر في العضلات وفي الكبد. تمام. فما يبدا يتخلص من المخازن دي كلها يبدا خلاص يخش في حاله الكيتوزيس، ويبدا يبقى مصدر الطاقه الرئيسي بتاعه الدهون بتاعه الجسم، يبدا يحرقها عشان يبدا يطلع كيتونات زي ما قلنا ويبدا يستخدمها كمصدر للطاقه. فلازم تقلل النشويات بشكل كبير جدا. والبروتين لازم يكون متوسط، ما ينفعش تاخد بروتين كتير لان البروتين الكتير هيكسر برضو الحاله الكيتونيه وهيبدا يكون جلوكوز في الجسم ويبوظ لك الدنيا. فالبروتين هيبقى من 20 ل 25% من اجمالي السعرات اليوميه، وجسمك في الاخر هيحتاج من يومين ل7 ايام عشان يبدا يدخل في الحاله الكيتونيه دي ويبقى خلاص اتخلص من كل مخازن السكر اللي موجود ويبدا يحرق الدهون اللي في الجسم. بس فهي الفكره كلها انك تقلل النشويات خالص على قد ما تقدر من 5 ل 10%، تخلي البروتين متوسط، تزود الدهون خالص. تمام. فده النظام باختصار. ولو تحبوا ان انا اعمل لكم نظام كامل والاكلات المسموحه والاكلات الممنوعه فيديو بالتفصيل فاكتب في كومنت الاكلات، ولو لقينا ان انتوا تحبوا اشرح لكم بالتفصيل نظام غذائي تمشوا عليه فاعمل لكم فيديو كامل عنه ان شاء الله. وفي الحقيقه الكيتو دايت ليه مميزات كتير جدا زي نقصان الوزن وزياده معدل حرق الدهون في الجسم وسد الشهيه وزياده حساسيه الانسولين، وبيساعد كمان في القوه العقليه وفي النشاط العقلي والبدني كمان. ده غير ان هو بيساعد في علاج بعض الامراض زي الزهايمر، زي الصرع، زي تكيس المبايض. فهو ليه فوائد؟ طبعا ليه فوائد، لكن بيكون ليه بعض المشاكل والاعراض الجانبيه اللي لازم انبهك عليها عشان اكيد هتواجهها. اول مشكله هتقابلك اول ما تيجي تطبق الكيتو وهي الكيتو فلو، وده يعني بتبقى مرحله في الاول كده ان انت جسمك خلاص بيبدا يتغير نظام الطاقه بتاعه من النشويات للدهون ويبدا يغير السايكل بتاعته كلها. فانت في الاول هتبدا تواجه اعراض زي الصداع، زي الدوخه، زي تشنج العضلات، زي الارهاق. فده كله طبيعي انك تواجهه في الاول لان جسمك بيغير السيستم بتاعه. لكن المشكله في الاعراض الجانبيه اللي هتفضل مستمره معاك لفتره اطول زي الامساك، رائحه النفس الكريهه، نفسك هيبقى فيه ريحه زي الاسيتون كده. تمام. زي زياده مستوى الكوليسترول في الجسم، زي خطر الاصابه بامراض القلب وخاصه لو بتاخد دهون غير صحيه. ده غير نقص المعادن والفيتامينات اللي هيحصل في الجسم، وللاسف ده بيعاني منه اغلب اللي بيتبعوا الكيتو دايت. عشان كده لازم تكتر الخضروات بتاعتك على قد ما تقدر. الخضروات الغير سكريه تكتر منها ومن الانواع بتاعتها وتاكل وجبات مختلفه، تحاول تمد جسمك على قد ما تقدر بالمعادن والفيتامينات المختلفه. وطبعا نظام الكيتو بيبقى صعب جدا على اغلب الناس ان هم يتبعوه لان اصلا اغلب الناس اكلها نشويات. يعني نظام الكيتو ده بيقول لك انك هتقطع الرز والمكرونه والبطاطس والعيش والسكر كله والفواكه، اغلب الفواكه. فهتبدا تقطع الحاجات دي وتقلل كميه
كميتها خالص عشان تبدا تخش في مرحله الكيتوزيس. فللاسف ده بيبقى صعب جدا على اغلب الناس. هو اصلا عايز دايت بدون حرمان، يعني هو عايز دايت ياكل فيه رز ومكرونه وعيش، فمش كل الناس هيقدروا يتبعوا النظام ده. ده غير ان في ناس بتتعب منه جدا ما بتقدرش تلتزم بيه. فهو نظام مش لكل الناس، بيختلف من شخص للتاني. عشان كده دايما بننصح انك لو عايز تمشي على كيتو فيفضل انك تمشي مع طبيب متخصص، تمام؟ هيعمل لك نظام خاص بيك، هيتابع حالتك، ممكن يبدا يقيس نسبه الكيتون في جسمك، يبدا يظبط لك حاجه تناسبك بحيث ان هو ما يتعبكش، ويقول لك الكيتو ده هيناسب حياتك وتقدر تمشي عليه، او لا الكيتو ده متعب ليك، ويبدا يغير النظام ويبدا يمشي معاك حاجات تانية كتير. مفيش اكتر من الانظمه اللي نقدر نطبقها مع بعض يعني. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون فادك وتكون عرفت الكيتو ده بيشتغل ازاي وايه فوائده وايه اضراره، وتعرف هل فعلا يناسب حياتك ولا لا قبل ما تبدا تطبقه. بس اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.